السلام عليكم. في طيات هذه الأوراق القديمة التي أكل عليها الدهر وشرب يكمن تاريخ من الدم والنار والتضحية. هذه ليست مجرد صحيفة قديمة، بل هي وثيقة من زمن المستعمر، شاهدة على واحدة من أفظع الفصول في حرب التحرير الجزائري. نحن أمام صحيفة لا ديبيش دو كونستانتين إي دو ليست ألجيريان، برقية قسنطينة والشرق الجزائري، وهي صحيفة استعمارية فرنسية. هذا العدد صدر يوم الثلاثاء 6 مايو من عام 1958 في قلب سنوات الثورة. على صفحتها الأولى وبخط عريض كتبت الصحيفة عنوانا يدمي القلب، لكنه في نفس الوقت يروي قصة بطولة وشجاعة لا مثيل لها. العنوان يقول: حصيلة أسبوع من العمليات، 1150 متمردا قتلوا و190 أسيرا. هكذا وبكل برود أعلنت السلطات الفرنسية عن استشهاد 1150 مجاهدا جزائريا في أسبوع واحد فقط، واستخدموا كلمة متمردين لوصف أبطال كانوا يقاتلون من أجل حرية وطنهم. يروي المقال تفاصيل العمليات العسكرية التي وصفتها فرنسا بالناجحة. لم تكن معركة واحدة، بل كانت سلسلة من الاشتباكات الدامية في مناطق متفرقة من الجزائر، تكشف عن حجم القوة العسكرية الغاشمة التي استخدمها المستعمر. بالقرب من تاهر، تحدثت الصحيفة عن اشتباك عنيف أسفر عن استشهاد 101 مجاهد. وفي منطقة أخرى قرب عين زدور، وبعد قتال استمر ليومين، ارتقى 216 مجاهدا آخرين. وعلى الحدود التونسية بالقرب من سوق هراس، استشهد 150 مجاهدا كانوا يحاولون اختراق الخطوط الفرنسية. لم تكن المعارك متكافئة أبدا. يكشف المقال عن حجم الآلة العسكرية الثقيلة التي وظفتها فرنسا لسحق الثورة. يتحدث النص عن الطيران الحربي، حيث شنت القوات الجوية الفرنسية 215 غارة بالقاذفات و65 طلعة جوية بالطائرات المقاتلة خلال هذا الأسبوع. المروحيات، الهليكوبتر التي استخدمت لنقل فرق المظليين الفرنسيين بسرعة إلى قلب المعارك لمحاصرة المجاهدين. الحصار العسكري، حيث تم فرض حصار مشدد على الحدود لمنع وصول الدعم للمجاهدين. أما عن الأسلحة التي كانت بحوزة المجاهدين والتي استولت عليها القوات الفرنسية حسب زعمها، فيذكر المقال: قاذفات البازوكا، الرشاشات الثقيلة فوزيلز أميتخيور، والمسدسات الرشاشة بيستولي أميتخيور، ومئات البنادق الحربية. 1150 شهيدا في 7 أيام، رقم لا يمثل مجرد إحصائية في تقرير عسكري فرنسي، بل يمثل 1150 قصة، 1150 حلما بالحرية، و1150 تضحية كبرى من أجل أن تحيا الجزائر حرة مستقلة. هذه الصحيفة التي كانت أداة للدعاية الاستعمارية أصبحت اليوم وبدون قصد وثيقة تاريخية تخلد بطولة وشجاعة آبائنا وأجدادنا، وتذكرنا بالثمن الباهظ الذي دفع من أجل استقلالنا. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر.